إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فلله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن أسمائه تعالى الفتاح. قال جل وعلا: وهو الفتاح العليم. وقال شعيب عليه السلام فيما قص الله عنه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهو اسم عظيم جليل يتجلى معناه وآثاره في أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى، فمنها أنه الذي فتح لعباده أبواب الهداية إلى ما يرضيه من التوحيد والأعمال الصالحة التي ينال بها العبد الجنة وينجو بها من النار، فأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولولا هذه النعمة لكان الناس كالبهائم أو أضل سبيلا. ومن آثار اسمه الفتاح أنه يفتح قلوب من يشاء من عباده إلى قبول ذلك الهدى، ويشرح لهم صدورهم برحمته. قال جل وعلا: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن آثار اسمه الفتاح أنه يفتح على من يشاء بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة. الله تعالى هو المعلم وهو المفهم. قال عز وجل: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن آثار اسمه الفتاح أنه فتح لعباده أبواب التوبة، وجعل لها بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فلا يقنطن أحدكم من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومن آثار اسمه الفتاح أنه وحده الذي يفتح أبواب الرزق والبركة. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومن خير ما يطلب به الرزق تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن آثار اسمه الفتاح أنه يفتح لمن يشاء أبواب الشفاء بعد المرض، والغنى بعد الفقر، والفرج بعد الكرب. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عباد الله، إن لفتح الله مفاتيح أودعها في كتابه، من تمسك بها فتحت له أبواب الخيرات، ومن أهمها التقوى. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الأمر الثاني الاستغفار، فهو مغلاق الذنوب ومفتاح الكنوز والأرزاق. الأمر الثالث الافتقار إلى الله، فمن أراد فتحا في العلم والفهم فلينطرح بين يدي ربه، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا استشكلت عليه مسألة يقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عليه بمنه وكرمه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من معاني الفتح النصر على الأعداء، وأن الله هو القاضي العدل الذي يفتح بين العباد يوم القيامة. فالحذر من الظلم، فإن الفتاح سيفصل بين الظالم والمظلوم ويقضي بين الخصوم. عباد الله، تأملوا في الفتح المبين حين ضاقت بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأرض بما رحبت، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأراد الفتاح أن يعز جنده فأنزل قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لقد كان فتح مكة أعظم نموذج لاسم الله الفتاح، حيث فتحت القلوب بالإيمان قبل أن تفتح الحصون بالسلاح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا فتاح، افتح لنا مغاليق القلوب ويسر لنا كل أمر عسير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، واجعل عملهما في رضاك وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.